الواحدة زهقت يا ماما من قعدة البيت. اللي نعمله امبارح نعمله النهاردة، واللي نعمله النهاردة نرجع بكرة كمان نعمله. عيشة تزهق خالص. يعني عايزة تعملي ايه؟ اخرج يا ماما اشوف الدنيا بدل ما انا قاعدة زي عواجيز الفرح، لا فيهم فايدة ولا عايدة. يا بنتي ما تقوليش الكلام ده. على فكرة يا ماما انا عايزة اقولك حاجة. اتفضلي قولي. خير يا بنتي؟ بس اوعي تزعلي. ازعل ازاي؟ لا يا حبيبتي مش هزعل. ربنا يخليكي لي يا ماما. اتفضلي قولي يا سامية. انا يا ماما عايزة اشتغل. تشتغلي؟ ايوه. ما تقوليش كده يا بنتي، هو احنا مقصرين في حقك ولا ايه؟ لا ابدا يا ماما، بس يعني ربنا يخلي لك ابوك يا بنتي ويجيب لك اللي نفسك فيه. هو هيلاحق على ايه ولا على ايه؟ بس يعني انت مش عارفة يا ماما ان اخواتي كبروا ومحتاجين لمصاريف كتيرة. اللي خلق عبده يا بنتي ما ينساهش ابدا. في الحقيقة بقى يا ماما انا ما كانش ليا حق اسيب المدرسة ابدا. ده انا كنت في تانية ثانوي وكان فاضل لي سنة واحدة بس واخد الثانوية العامة، وبعدها كنت عايزة ادخل الجامعة واتوظف وابقى دكتورة قد الدنيا. نعمل ايه يا بنتي في رأي ابوك ورأي العيلة؟ انا ضد الرأي ده على طول يا ماما. امال تقولوا ايه بس في المرأة اللي بتشارك الراجل دلوقتي في كل حاجة؟ سيبينا من الموضوع ده احسن، والنبي انا مش قده يا بنتي ابدا. مفيش حاجة دلوقتي بقت صعبة ابدا. بكره يجيلك عدلك وتلاقي ابن الحلال اللي يريح قلبك وخاطرك يا حبيبتي. من فضلك يا ماما، من فضلك ما تجيبيش السيرة دي. ليه يا بنتي؟ هي دي سيرة وحشة؟ ارجوكي يا ماما ارجوكي ما تجرحيش شعوري. انت عارفة ان مفيش حد بقى بيجيلي دلوقتي يا بنتي كل شيء وله اوان. انا ماليش اوان يا ماما، انا عديت ال35. يا بنتي ما تزعقيش كده، ما تزعقيش احسن الجيران يسمعوكي. يسمعوني ما يسمعونيش، انا زهقت خلاص من السيرة دي. انا عارفة حظي، انا عارفة حظي كويس. ما تقوليش كده يا سامية، والله بكره ربنا يفرجها ويرزقك بابن الحلال ويحقق ربنا كلامي ويسعد قلبك ويريحك يا بنتي. مش ممكن يا ماما، مش ممكن. اسمعي يا ماما. ايوه يا حبيبتي. انا مصممة تصميم اكيد اني اشتغل. تشتغلي؟ تشتغلي ازاي يا سامية؟ اتهدي يا بنتي ربنا يهديك. يا ماما انا قريت النهارده انهم طالبين ممرضات في مستشفى الهلال الاحمر. ايه؟ انا راح اقدم هناك. لكن ازاي يا بنتي تشتغلي ممرضة؟ ما انا كنت في الهلال الاحمر وانا تلميذة يا ماما، واخدت شهادة في الاسعاف والتمريض. اسم الله عليك يا بنتي، اسم النبي حرصك وصاينك. لكن ازاي ابوك هيرضى؟ انا بنفسي هفتحه في الموضوع ده. موضوع ايه اللي انت عايزه تفتحيني فيه يا سامية يا بنتي؟ انا عايزة اكلمك يا بابا في موضوع مهم قوي. ايه هو يا بنتي؟ انا في الحقيقة يا بابا زهقت من قعدتي في البيت. وهي قعدة البيت تزهق يا سامية؟ اديكي قاعدة مرتاحة تساعدي امك في شغل البيت لحد ربنا ما يعدلها لك. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ والله يا بنتي النهارده عبد السميع افندي بشكاتب المحكمة جاي يكلمني علشانك لابنه فتحي اللي بقى وكيل نيابة قد الدنيا، وكان امبارح تلميذ في كلية الحقوق. يا بابا من فضلك بلاش سيرة الجواز، انا عارفة كل حاجة. حاجة ايه يا بنتي؟ يا بابا دي رغبة اهاليهم بس مش رغبتهم هم. يعني انت مش عارف يا بابا ان كل اللي بيجي وبيشوفني بيروح وما بيرجعش؟ يا بنتي ما تقوليش الكلام ده، فلا الله ولا فالك. من فضلك بلاش سيرة الجواز دي يا بابا، خلينا نتكلم في الأهم. ايه هو الأهم يا بنتي؟ أهم؟ حق ملكش حق يا سامية، هو في أهم من الكلام ده يا بنتي؟ طيب يا ريت يجعلك يا سامية من اسمة فتحي ومن نصيبه يا رب. ده فتحي شاب طيب ومستقيم وابن حلال. ده غير مستقبله كمان، بكرة يبقى رئيس نيابة ولا قاضي ولا مستشار، ومش معقول هنلاقي أحسن منه. يا سلام عليكم يا سلام، انتوا مش قادرين تفهموني أبدا. أنا قلت لكم يا جماعة أنا مش عايزة أتجوز. ما تقوليش الكلام ده يا سامية. يا بنتي بلاش الكلام ده. أنا خلاص زهقت من الموضوع ده، زهقت. يا بنتي اصبري ما تبقيش عصبية. من فضلكم يا ناس، من فضلكم، أنا مش عايزة حد يشوفني ولا أشوف حد. أنا عارفة اسمتي وبختي، أنا عارفة كل حاجة. أنا لغاية دلوقتي لسه ما عرفتش الموضوع المهم اللي أنت عايزة تقوليهولي. الحكاية وما فيها إني عايزة أشتغل. إيه؟ تشتغلي؟ أيوة يا بابا. غريبة دي؟ هي غريبة وبس يا بنتي، دي حاجة ما حصلتش في العيلة قبل كده. أنا مش عارفة لحد إمتى هتفضلوا عايشين في الأوهام دي. الدنيا بتتغير وبتتطور وانتوا زي ما انتوا. البنت دلوقتي دخلت المصنع وبتشتغل زي الراجل بالظبط. لكن ما تنسيش يا بنتي إن عيلتنا كلها ما فيهاش بنت اشتغلت. ولو يا بابا، يعني إيه لما أكون أنا أول واحدة بتشتغل؟ يا بنتي ما تقوليش الكلام ده. يا بابا هو أنا بقول حاجة وحشة؟ قلت لك تسدي واسكتي بقى. أنت زعلت مني يا بابا؟ أعمل لك إيه ما دام أنت دماغك ناشفة ومن الصبح قاعدة تزني على وداني. يا بابا أنا ما قلتش حاجة وحشة أبدا. معلش يا عبد الباسط، حلمك عليها شوية. والله يا سامية أنت ضايقتيني النهاردة خالص. يا بابا أنا طول عمري بفكر وأنا كنت تلميذة في المدرسة إني أطلع دكتورة، لكن الظروف ما ساعدتنيش، وعايزاك تحقق لي الأمل الباقي وتخليني أشتغل ممرضة. يا بنت اسكتي، قلت لك 1000 مرة بلاش الموضوع ده. معلش يا عبد الباسط، مادام دي رغبتها ما تخيب لهاش أمل. خلاص هي حرة. أنا مبسوطة منك يا سامية. أنت اشتغلت ممرضة قبل كده؟ لا أبدا يا حضرة الرئيسة،
أنا كنت واخدة شهادة في الإسعاف والتمريض من الهلال الأحمر. المرضى كلهم مرتاحين لعطفك وخدمتك. متشكرة أوي يا حضرة الرئيسة. أرجو إن ربنا يوفقني دايما لراحة المرضى وخدمتهم. اسمعي يا سامية، أيوة. في مريض عندك في العنبر عايزاك توجهي له عناية زايدة عشان حالته خطرة. قصدك الصاغ محمود حمدي؟ ايوه يا سامية، ده كان ضابط شجاع اشترك في حملة العدوان الثلاثي وفقد بصره في المعركة نتيجة شظية. والله دي حالته مؤثرة خالص، وأنا بعمل كل جهدي علشان أريحه. أي خدمة أستاذ محمود؟ الحقيقة أنا مش عارف ندهتلك ليه. أنت مش مرتاح في النومة، أعلي لك المخدات شوية. لا 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 لا، سيبيهم يا سامية، المخدات كويسين متشكر خالص. هو أنا سخن شوية؟ لا أبدا، ولا سخن ولا حاجة، الحرارة عادية. وعلشان تطمئن كمان آدي الترمومتر، افتح بقك من فضلك. الحقيقة يا سامية من يوم ما جيت العنبر ده وأنا شعرت إن حالتي اتحسنت خالص وإن شيء جديد طرأ على حياتي. لا العفو، ده واجبي. من فضلك خلي الترمومتر في بقك علشان نعرف الحرارة كام. انت دلوقتي بقيت كويس خالص بإذن الله، هتخف بعد العملية بيومين بالكتير. تأكد إنها عملية بسيطة جدا وبكرة إن شاء الله تسترد بصرك. أشوف بقى حرارتك كام دلوقتي؟ ده الحرارة عادية خالص، 37 وشرطتين. أنا متشكر خالص يا سامية. بس انت شد حيلك واضحك كده وفرفش، لأن الروح المعنوية دي عليها عمل كبير في نجاح العملية. إلا قولي لي يا سامية، هي العملية هيعملوها لي إمتى؟ بعد يومين إن شاء الله. وليه ما يكونش النهاردة بس؟ أصل اللي هيعمل العملية الدكتور سعيد، وهو مسافر اسكندرية وجاي بكرة. طيب تسمحي لي يا سامية أكمل الكلام اللي كنت بقوله لك؟ أي كلام يا أستاذ محمود. من فضلك ما تقوليش أستاذ. إزاي يا أستاذ؟ بقولك يا سامية ما تقوليش أستاذ، لأنك لما بتقولي أستاذ بحس إن في فرق كبير بيني وبينك، لكن أنا عايز دايما أكون قريب منك. طيب قول يا محمود. الحقيقة أنا من يوم ما جيت العنبر ده ولقيتك فيه شعرت بالسعادة. أنا فقدت نعمة البصر، لكن أنت عوضتيني عنها بالعطف وبالحنان. ما تقولش كده يا محمود، انت ما فقدتش نعمة البصر ولا حاجة، دي سحابة بسيطة وبكرة تروح ان شاء الله. انا مش مصدق ان ده ممكن يحصل يا سامية. طيب بكرة افكرك. اسمعي يا سامية، انا عاوز تسمعي مني كلمة واحدة. ايه هي؟ انا بحبك يا سامية. تحبني كده على طول؟ الواقع يا سامية ان انا بحبك من زمان، بحبك من يوم ما جيت انا العنبر ده، لكن مش لاقي الفرصة عشان اصرح لك بشعوري. انا حاسس ان الدنيا بتدور. كل ده من الانفعال، انت لازم تنام علشان تستريح. انا مش ممكن انام ولا ارتاح، مش ممكن من غير ما اعرف رايك. رايي في ايه يا محمود؟ قصدي انا بحبك وعايز اتجوزك. يا محمود انتبه لصحتك، بلاش الموضوع ده دلوقتي. انت بترفضيني ليه؟ ابدا يا محمود ابدا، بس الوقت مش مناسب. الرئيسة عايزاك يا سامية. حاضر.